ما تقولوليش برك مازالكم ترموا الخبز البايت وانتم قادرين ديروا به وصفه تقليديه بزاف بنينه تصلح للعرضات وحتى لرمضان. اللي يعرفها يخلي لي الاسم تاعها في التعليقات. واش ليكيب ان شاء الله كامل تكونوا بخير. بسم الله. الطويج تاعي درت شويه سمن وشويه زيت، بعد ما سخنوا هكذا درت اطراف تاعي تاع الدجاج. ديروا واش ما حبيتوا يتحمروا شويه، نضيفوا عليهم حبه بصل مقطعه، ملح وفلفل الكحل وعويه تاع القرفه، نزيدوا الحميصه نقلوهم شويه ونرقوهم بالماء سخون ونخلوهم حتى يطيبوا. من جهه خديت هذاك الخبز تاعي فتتو هكذا كيما راكم تشوفوا، ضفت عليه كميه تاع الحليب، الكميه تاع الحليب على حسب الكميه تاع الخبز، ومغرفه تاع مزار حتى تشوفوا هكذا ولا شغل العجين فيما بيناتكم شويه متلوق. زيدوا عليه حبه بيض، شويه معدنوس، شويه بصل مرابي، وتروحوا تزيدوا التحضيره الجبنيه تاع ميتيجه اللي حتزيد بنه على بنه. انا خديت 3 قطع منها وزدت شويه تاع جبن مبشور، فلفل اسود باسكو كلش راهو مالح، خلطتهم مليح، شتهم جاريين شويه، زدت لهم 2 ملاعق تاع شابلور، حتى قدرت نشكلهم هكذا كريات كيما راكم تشوفوا. شكلت كامل الكميه اللي عندي ورحت وجدت الزيت تاعي اللي كانت سخنت، خليتهم كامل. من بعد رحت ندريسي البلا تاعي ونحطيت لي زاسيات تاعي، درت هذوك الكريات تاع السفيريه تاعي كامل كيما راكم تشوفوا. حطيت هذوك الاطراف تاع الدجاج بعد ما حمرتهم في شويه تاع الزيت، هذاك المرق وشويه معدنوس، وشبحتهم هكذا بالليمون من الفوق. وهذا الطبق تاع السفيريه طبق تقليدي جزائري بزاف بنين، لازم عليكم ديروا حفظ وتجربوه بصحتكم ليكيب.